حبايبي، عملنا حاجة حلوة كده بسيطة وسهلة واقتصادية جدا بصوص الكراميل بالقرفة. هتعجبكم جدا جدا. تعالوا نشوف عملناها ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل بطاطا بطريقة حلوة قوي، وطريقة جديدة غير الفرن وغير الحلة وغير السليق والكلام ده كله. طريقة حلوة قوي هتعجبكم. هاتي الكميه اللي انت عايزاها. انا جبت الثلاثه دول وهقطعهم كده. يبقوا كده تمام كده. يلا بينا يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. طاسه كده على البوتاجاز، نحط حته سمنه بلدي، حته زبده ولا ايه، زبده او سمنه. انا افضل الزبده، تدي طعم حلو قوي للحاجه الحلوه. بص بقى البطاطا بتاعتنا. ترصي كده البطاطا وتغطي عليها عشان تستوي، وتقلبيها بقى، يعني ايه، كل شويه كده تقلبيها. لغايه ما تحسي ان هي استوت خالص معاكي. يا سلام على الريحه. نجيب كده اي حاجه على النار، نعمل شويه كراميل كده للبطاطا بالقرفه. نحط نص كوبايه كده سكر. نجيب نص كوبايه ميه كده. معلقه قرفه كده. ننزل بقى بالقرفه. فك دلوقتي. نحط كده حته زبده. وادي بطاطتنا حاجه حلوه. وصوص الكراميل بالقرفه. حاجه حلوه قوي وجميله وبسيطه. جربوها ان شاء الله تعجبكم. مع السلامه، فيديو جديد.